السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نضيف نودز في الباينري سيرش تري. هنوضح الكود الخاص بعملية الإضافة بالتفصيل، وهنحسب له التايم كومبلكسيتي والسبيس كومبلكسيتي. اتكلمت في الفيديو اللي فات عن الديفينيشن بتاع الباينري سيرش تري، هسيب لك اللينك في الديسكربشن. تعال نعمل ريكاب سريع على الباينري سيرش تري. لو عندنا نود n بالشكل ده، فاحنا كنا بنقول ايه؟ كل النودز اللي في الليفت سب تري للn أصغر منها، وكل النودز اللي في الرايت سب تري للn أكبر منها أو بتساويها. تعال ناخد المثال ده. لو أنا هبدأ بالخمسين كروت نود، فبالتالي هكتب الخمسين هنا. تعال نضيف الأربعين، فالأربعين فعليا أصغر من الخمسين، فطبيعي تضاف في أول مكان فاضي في الليفت سب تري للخمسين، وبالتالي هتكون الأربعين موجودة هنا. وهكذا التلاتين هتكون موجودة في الليفت بتاع الخمسين، بس لاحظ انه الليفت بتاع الخمسين موجود فيه الأربعين، وبالتالي هقارن التلاتين مع الأربعين كمان مرة بحيث انها تيجي ناحية الليفت بالشكل ده، فالتلاتين هتكون موجودة هنا. لو انا هضيف الستين، فستين في الرايت سب تري للخمسين لأنها أكبر من الخمسين. كنا بنقول لو عندنا نود بقارنها بنود متساوية، فكنا بنضيفها على الرايت سب تري، لأن الرايت سب تري للنود n كانت عبارة عن كل النودز اللي أكبر منها أو بتساويها، وبالتالي الخمسين دي هضيفها ناحية الرايت سب تري للخمسين، بس الرايت سب تري للخمسين مشغول، موجود فيه ستين. معنى كده هقارن الخمسين بالستين كمان مرة، فهلاحظ إنه الخمسين أقل، فهضيفها في الليفت سب تري للستين، فالخمسين هتيجي هنا. لاحظ إنه الخمسين الأولى والخمسين التانية متساويين، ولكن لما أنا ضفت الخمسين التانية ضفتها في الرايت سب تري للخمسين الأولى اللي هي الروت نود. أخيرا لو أنا هضيف السبعين، فالسبعين أكبر من الخمسين وأكبر من الستين، وبالتالي هتحط هنا. لاحظ إنه بيتم إضافة النود عند المكان اللي فاضي أو بنل. يعني لو أنا هضيف التمانين، فالتمانين مينفعش إن أنا أضيفها في الليفت سب تري للخمسين وخلاص، لازم أشوف المكان الفاضي في الليفت سب تري، فهوصل عند الستين المكان ده مش فاضي. معنى كده هقارن التمانين بالستين، هروح عند السبعين، هلاحظ إنه التمانين برضو أكبر من السبعين، فهروح رايت للسبعين هلاقيه ان هو بنل، وبالتالي في اللحظة دي اعرف ان انا اضيف التمانين هنا. فتلاحظ ان انا بضيف النود فعليا في المكان اللي فاضي. يبقى تاني احنا بنبدأ من عند الروت نود، وبنختار يا اما نتجه في الليفت سب تري او الرايت سب تري. تلاحظ ان احنا دايما بننزل داون ناحية التشيلدرن، واول لما نلاقي مكان فاضي او بنل بنضيف النود هنا. تعال نشوف الالجوريزم ده. لو انا عندي فانكشن هسميها insert، الفانكشن دي بتاخد مني الروت او البداية اللي انا هبدأ اضيف من عندها، وبتاخد مني الفاليو اللي انا هضيفها. فاحنا فعليا بنعمل ايه؟ خلونا نحذف دي ونرسمها من الاول. لو انا عندي روت في البداية بيساوي null، وانا هضيف الخمسين، معنى كده انه بما ان الروت اصلا بنل، فخلاص انا هبدأ اضيف الخمسين مباشرة واعمل ريتيرن. طب لو هضيف التلاتين، هسأل هو الروت بنل؟ الإجابة لأ. معنى كده إن أنا هشوف هل هروح ليفت ولا رايت بناء على المقارنة. لو الفاليو اللي هي التلاتين اللي أنا هضيفها كانت صغيرة أصغر من الروت فاليو اللي هي خمسين، هنتقل ناحية الليفت. الليفت فاضي، معنى كده إن أنا هضيف التلاتين هنا. وهكذا مع الأربعين. الأربعين هلاحظ إن هي أصغر من الخمسين ولكن أكبر من التلاتين، فهتضاف هنا. وهكذا مع الستين، الستين أكبر من الخمسين، معنى كده إنها هتضاف هنا. الخمسة وأربعين بقى، الخمسة وأربعين هي فعليا أكبر من الأربعين، فهتضاف هنا. فهو فعليا ألجوريزم بسيط بيتنفذ ريكيرسيفلي. تعالوا مع بعض نكتب الألجوريزم ده ككود ونشوف التحديات اللي هتواجهنا إحنا بنكتب الكود. في البداية أنا عندي pointer to tree node قيمته بنل، فإحنا محتاجين في البداية function. تعال مثلا نفويد function نسميها insert. الفانكشن دي محتاجة تاخد مني تو parameters. البارامتر الأول هو التري أو البداية، يعني مثلا هنا أنا ببعت لها الروت، وبالتالي أنا عايز البداية اللي هبدأ من عندها أعمل مقارنة وانتقل ناحية الأبناء وهكذا. وبالتالي أنا عايز الروت نود، وبالتالي هعمل هنا pointer to tree node هسميه روت. وبعد كده بناخد الفاليو بالشكل ده. كنا بنسأل لو الروت ده بنل، null pointer، ده معناه إنه التري فاضية، أو في احتمال تاني
يا اما التري تكون فاضيه والار يكون بيساوي نل بالشكل ده، او انا مثلا هضيف 70. يعني ايه اضيف 70؟ يعني انتقل رايت ال50 رايت ال60 رايت ال60 بنل. يبقى ده معناه ان انا المفروض اضيف ال70 هنا. يبقى اذا النل دي ليها معنيين، يا اما الباينري سيرش تري بتاعتي فاضيه، او وصلت المكان مناسب علشان اضيف فيه الفاليو دي. فهمنا؟ فبكل بساطه هكريت هنا النيو نود. ممكن نعمل temp نود اسميها temp مثلا، او ممكن نسميها نيو نود بالشكل ده، بيساوي نيو تري نود، بضيف فيها الفاليو. المفروض اللي يحصل بقى ان انا اخلي الروت بيساوي النيو نود بس كده، وبكده فعليا يكون انا ضفت النود بتاعتي. يعني مثلا انا هضيف ال50، فال50 عملت لها كرييت في الهيب ميموري وخليت الار ده بيشاور عليه. ده ببساطه اللي حصل. طيب غير كده كنا بنعمل مقارنه، لو الفاليو اللي انا باعتها كانت اقل من الروت فاليو، ده معناه ان انا هروح ناحيه الليفت، else ده معناه ان انا هروح ناحيه الرايت. السؤال بقى يعني ايه اجو ليفت او اجو رايت؟ خلونا كده نلاحظ حاجه هنا. لما انا كنت عايز اضيف ال45، ده معناه ايه؟ ان انا كنت بضيفها في الباينري سيرش تري كلها. بعدها عملت مقارنة مع ال50 وال45، اكتشفت ان انا المفروض كنت ضفتها بس من عند الليفت بتاع ال50. فتلاحظ ان البروبلم صغرت، فالار بقت هنا. بعد كده لاحظت ان انا ال30 اصغر من 45، فالمفروض ان انا اروح اضيف من ناحية الرايت، فلاحظت ان البروبلم بقت اصغر. بعد كده رحت هنا الرايت بتاع ال40 اصلا بنل، وبالتالي فانا هضيف ال45 في المكان ده، يبقى انا وصلت هنا للمكان المناسب. يعني انا بفضل انده الفانكشن دي recursively اللي هي فانكشن insert لحد لما اوصل عند المكان المناسب اللي هو بنل، وابدا اضيف فيه النود. يعني فعليا لو انا هنتقل ليفت معناها ايه؟ معناها ان انا هعمل insert للروت ليفت، يعني هضيف من عند الليفت، هضيف نفس الفاليو من عند الليفت، وهكذا هضيفها من عند الرايت. وكده فعليا احنا نفذنا الالجوريزم بطريقه سهله. السؤال بقى لو انا عملت هنا insert، عملت call للفانكشن وقلت له ضيف لي في الروت دي، ضيف لي مثلا 50، وطبعا الالجوريزم اللي هو البي اف اس بيطبع الروت. لو انا دوست ران دلوقتي مفيش اوتبوت هيطلع، اوتبوت فاضي. تعال نشرح الحته دي على الوايت بورد ونفهم هو ليه الكود ده ما طلعش اوت. هنا احنا عندنا الستاك ميموري عندنا تو فانكشنز، المين فانكشن والانسيرت فانكشن، اللي هي دي المين فانكشن ودي الانسيرت فانكشن. الانسيرت فانكشن بتاخد مني تو بارامترز، الروت بوينتر تو تري نود والفاليو اللي هم دول. المين فانكشن عندها لوكال فاريبل اللي هو البوينتر تو تري نود اللي هو فعليا قيمته بنل. اوكي، رحت عند لاين 54 وبنده على فانكشن انسيرت. فالمفروض ايه اللي يحصل دلوقتي؟ ان فانكشن انسيرت دي تتنفذ. فرحت عملت كول لفانكشن انسيرت، خلينا نديها من هنا، وبصيت ليها الروت بتاعي اللي هو بنل، وبصيت ليها الفاليو ب50. اللي حصل بقى في فانكشن انسيرت كالتالي، بسأل هل الروت بنل؟ الإجابة بنل. معنى كده هكريت نيو نود في الهيب ميموري واضيف فيها الفاليو. معنى كده ان انا هروح هنا اعمل نود واحط فيها ال50 بالشكل ده، وليكن مثلا النود دي ليها عنوان في الميموري 0x300 مثلا. السؤال هل الروت دلوقتي اللي في فانكشن انسيرت بتساوي نل؟ الإجابة لأ، لأن أنا فعليا خليت القيمة بتاعت الروت بتساوي نيو نود، وبالتالي الروت ده مش بيساوي نل، الروت ده بيساوي العنوان بتاع النيو نود في الهيب، يعني هو فعليا بيشاور عليها بالشكل ده. فالبوينتر ده بيشاور على أول نود موجودة في الباينري سيرش تري دي. هسأل سؤال كمان، هل الروت ده هو نفس الروت ده؟ الإجابة لأ،
ليه بقى؟ الروت اللي في الانسيرت فانكشن هو local variable بداخل الانسيرت فانكشن، انما البوينتر تو تري نود اللي هو روت في المين فانكشن هو فعليا variable local في المين فانكشن. يعني فعليا الادرس بتاع اللوكال فاريبل ده مختلف تماما عن الادرس بتاع اللوكال فاريبل اللي في الانسيرت فانكشن. يعني كل واحد ليه ادرس مختلف، هما الاتنين بنفس الاسم، ولكن كل واحد واخد مساحة من الميموري وواخد عنوان من الميموري. فاذا التأثير على البوينتر ده مش بيحصل في المقابل تأثير في داخل البوينتر اللي في المين فانكشن. علشان كده الكود بتاعنا ده ما نطلعش اوت. تعالى كده ندوس ران كمان مرة. طيب الحل بتاع المشكلة دي ايه؟ هو في حلين هنبدأ نناقشهم مع بعض. الحل الأول إن أنا عايز لما يحصل تأثير عند الروت اللي في الانسيرت فانكشن يحصل تأثير مقابل عند الروت اللي في المين فانكشن. وده بنعمله ازاي؟ ده بنعمله بالريفرنسز في السي بلس بلس. أبسط مثال، الريفرنس بتقول ايه؟ الريفرنس دي عبارة عن alias name أو اسم مستعار لفاريبل أو اوبجكت اوريدي موجود في الميموري. يعني زي مصطفى ودرش. مصطفى ده هو اسم الشخص، ومثلا بيدوله اسم مستعار ان هو درش، ففعليا هما الاتنين نفس الحاجة، نفس الشخص. فهو ده بالظبط اللي انا بعمله، ان انا بدي الياس نيم للفاريبل اللي موجود في المين ميموري. بقول له ايه؟ انا هبسيط للفانكشن، بس لو حصل فيك تعديل عدل فيا. يعني هما الاتنين فعليا نفس الحاجة، فده بنسميه الالياس نيم او الريفرنس. فهو فعليا بنضيف بس هنا، بنضيف ريفرنس هنا. دلوقتي لو انا دوست رن هنا طبع ال50 بتاعتي. طبعا انا مش شرط اضيف 50، ممكن اضيف 50 و60 و30 ومثلا 10. طبعا هي ال50 هتكون كده وال60 كده، وهنا عندنا 30 وهنا في 10. تعال ندوس رن. بالشكل ده. يبقى نعيدها كمان مرة. الريفرنس هو alias name او اسم مستعار لفاريبل موجود في الميموري. يعني فعليا الفاريبل ده اللي هو في لاين 53 البوينتر تو تري نود ده هو البوينتر تو تري نود اللي في الانسيرت فانكشن. الحل التاني وده اللي هنستخدمه، ان انا علشان يحصل تأثير في البوينتر تو تري نود اللي موجود في المين فانكشن ان انا اعمل ريتيرن لعنوان اول نود او الروت نود. يعني اعمل ريتيرن هنا، يعني بعد لما كرييت النود اعمل ريتيرن ببساطة. وده الحل اللي احنا ان شاء الله هنستخدمه في الكود بتاعنا. فبدل ما الفانكشن بتاعتنا void فانكشن اخليها بتريتيرن بوينتر تو تري نود. طبعا ايه هنا هنعمل ريتيرن، ومش هنكتب هنا الروت، هنكتب النيو نود. احنا اصلا مش محتاجين الفاريبل ده، ممكن ناخد ده على طول نضيفه هنا ونشيل ده. احنا هنا فعليا بنعمل ايه؟ ريتيرن لنيو تري نود في الهيب ميموري. خلينا نلاحظ حاجه كده في الكود ده، ان انا لو دوست ران دلوقتي مش هيحصل اي اضافه. طب ليه؟ لانه فعليا الروت بتساوي نل. طب ماشي، ايه المشكله؟ ما انا هضايف اهو عامل انسيرت. ماشي، بس الفانكشن دي بتعمل ريتيرن لبوينتر تو تري نود. معنى كده ان انا هنا بعمل ايه؟ بخلي الانسر ترجع هنا الحته دي. طيب طبعا احنا هنا مش محتاجين ريفرنس. المفروض دلوقتي هنا اللي انا متوقعه دلوقتي يشتغل، مفيش فيه اي مشكله. لو انا دوست ران الكود ده برضو مش هيشتغل. طيب خلونا نفهم ليه الكود ده مش هيشتغل، عشان دي برضو غلطه. بص لو عملنا حركه زي دي null pointer، هنا في كمان ال، وهنا ضفنا الروت بيساوي، هنا طبع 50 مفيش فيه اي مشكله. الفكره بس انا عايز اوضح لك هو ليه اشتغل في الحاله دي طبع 50، وليه في الاول هنا ما طبعش 50 لما كنا بالشكل ده. الفكره ببساطه ان انا بعمل ايه؟ insert بداخل الروت. طب هو الروت بكام في اول مره؟
في اول مره هو الروت راندوم عشوائي، يعني قيمه الروت في السي بلس بلس مش بتكون بنل بطريقه مباشره، يعني هو مش بيدي انيشالايز للبوينتر بنل، لا بيديله قيمه عشوائيه. فلما يجي هنا يقارن هل الروت بنل، يقول له لا مش بنل، ده بقيمه عشوائيه. علشان كده احنا المفروض نعمل ريست للبوينتر في اول مره، وبعد كده اخلي الروت بيساوي القيمه اللي راجعه من النل وال50. فهمنا الفكره؟ ده حل. واحد تاني ممكن يعمل حركة زي دي، انه يبعت هنا اصلا null pointer في البداية علشان يتشيك على اول كونديشن بس. تعالى كده ندوس ران، شغالة. بس في مشكلة تانية، هو ليه هنا طبع ال50 بس؟ دي برضو سؤال، او ده برضو سؤال محتاج اجابة. خلينا بس نعمل دي عشان الكود يكون منظم. null pointer و اضيف هنا ايه؟ الروت. واحد يسألني هو انت ليه مش حاطط الروت بتساوي في كل الانسيرت فانكشنز؟ هقول لك مفيش مشكله، لانه انا فعليا مش محتاجه اكسس غير على اول نود في الباينري سيرش تري. وانس ان انا وصلت لاول نود مش محتاج ان انا اكسس او ان انا استلمها في اي فانكشن من دول يعني. ده ببساطه. طيب السؤال اللي كنا بنتكلم فيه، ليه لما انا دوست ران الكود طبع 50 بس، في حين ان هو المفروض يطبع الباينري سيرش تري كلها؟ علشان نجاوب على السؤال ده تعالى نروح على البورد. في الكود اللي قدامنا ده عايزين نضيف 45، فأنا بنده على function insert بتاخد مني الروت وال45. فاللي بنعمله مقارنة ببساطة، هل 50 أكبر؟ لأ أصغر، فهنتقل ناحية الليفت. بعد كده بسأل ال30 ولا ال45، هنتقل ناحية الرايت لأن ال45 أكبر، هنتقل ناحية الرايت لأن ال45 برضو أكبر من 40، وبالتالي هضيفها هنا. أنا عايزك تلاحظ إن أنا مشيت في المسار ده. المسار ده متخزن فين؟ في الستاك ميموري. خلينا كده نرجع خطوات لورا ونبدأ الأول نرسم الستاك ميموري. أول فانكشن أنا عملت لها كول أو يحصل لها بوش في الستاك هي الفانكشن الأولى، اعمل انسيرت من عند الروت لل45. فإيه اللي هيحصل؟ الروت بكام؟ الروت ب50، فاعمل انسيرت للروت ب50 وضيف لي ال45 من عند ال50. فهيقارن، هيلاحظ إن 45 أكبر، فهينتقل ناحية الليفت. يعني إيه ينتقل ناحية الليفت؟ يعني أعمل كول insert root access left بنفس الفاليو، يعني هعمل كول للحتة دي من الباينري سيرش تري كأني صغرت البروبلم يعني. وبالتالي هنا بحط ال30، روح اضيف من عند ال30 ضيف لي ال45. فدي تاني فانكشن ندهتها. بقارن ال30 بال45، الاحظ ان انا رحت ايه؟ رايت. معنى كده ان انا عملت كول لفانكشن من عند الروت رايت بنفس الفاليو. ده معناه ان انا هضيف هنا ال40 وبقول له ايه؟ ضيف لي ال45 من عند ال40. بعد كده عند ال40 هقارن، هلاحظ ان انا رحت ايه؟ رحت رايت. ده معناه ايه؟ معناه ان انا الرايت بتاع ال40 اصلا بنل، فده معناه ان انا هبعت نل بقول له ايه؟ ضيف لي من عند النل ال45. فدي الفانكشن الاخيره اللي انا عملت لها كول. واحنا اتفقنا انه لما اوصل عند نل الروت يكون بنل بعمل ريتيرن لنيو نود. يعني ايه ريتيرن لنيو نود؟ فيها قيمة الفاليو، يعني بكرييت نود في الهيب ميموري واحط فيها الفاليو اللي انا عايز اضيفها اللي هي هنا 45. السؤال هنا بقى، المفروض ال45 دي ترجع فين؟ انا عملت لها ريتيرن، المفروض تريتيرن فين؟ ده السؤال. فواحد يقول لي سهلة، المفروض يحصل ريتيرن بدل النل دي لان هو ده المكان الفاضي، صح؟ هقول لك صح، بس الريتيرن دي راجعه من اخر فانكشن اللي هي البيس كيس، راجعه من هنا، راجعه للفانكشن اللي قبلها. يعني راجعه عند لما كنا ب40، لما كان الروت ب40 رجعنا عند الفانكشن دي. السؤال هو انا ارجع عند الروت ليفت ولا رايت؟ دي الفكره. يعني انا فعليا علشان ابديت الليفز او ان انا لما اضيف نود يحصل لها ابديت، فانا لازم لما ارجع عند ليفت او رايت بتاع فانكشن قبلي. يعني فعليا ال40 دي عندها ليفت ورايت بالشكل ده. يعني انا المفروض هنا ارجع عند ايه؟
ارجع عند ال40 رايت. ال40 رايت بتساوي ايه؟ بتساوي الانسيرت من عند ايه بقى؟ من عند ال40 رايت ضيف لل45. ده اللي اتكتب حرفيا، ده اللي اتكتب ان انا رحت عند ال40 قلت له امشي ناحيه الرايت وحاول تضيف ال45. لو ضفتها رجع لي النتيجه عشان اخزنها في الرايت بتاعي. بس كده، ده اللي احنا بنعمله في كل مره. يعني تخيل انه عندك حركه زي دي، عندك 50 وعندها ليفت ورايت، الليفت بنل والرايت بنل، وانت عايز تضيف 30. اللي هيحصل ايه؟ ان انت خلاص وصلت عند ال30 اللي هو المكان ده اللي هو بنل، وبالتالي هتعمل كرييت لنيو نود، والنيو نود دي هيحصل لها ريتيرن فين؟ في ال50 ليفت. طب اشمعنى في ال50 ليفت؟ لان انت رحت في الناحيه الشمال. فالخلاصه ان انت لو رحت ناحيه الشمال هتعمل انسيرت في النود ناحيه الشمال، فلازم النتيجه اللي ترجع في الروت ليفت او في النود اللي انت عندها ليفت، لان انت رحت ناحيه الشمال. زي ما قلنا هنا عند ال50 عايز تضيف 40، فانت رايح ناحيه الشمال بنل، فانت هتكريت 40 في البيس كيس، وبعد كده هتعمل لها ريتيرن عند ال40 ليفت يعني هنا. طيب لو انا هروح رايت، فبكل بساطه هرجع القيمه في الروت رايت. طب ليه؟ لأن أنا لو هضيف 60 ف60 دي معناها إنه أكبر من 50، وبالتالي ال50 رايت بنل، معنى كده إنه ال60 هيتضاف هنا عند ال50 رايت. فعلشان كده لما أنا بروح رايت برجع القيمة في الروت رايت، يعني هنا مثلا برجع القيمة في الروت رايت، إنما هنا أنا برجع القيمة فين؟ في الروت ليفت، لأن أنا فعليا رحت ناحية الليفت. لو مش فاهم كويس حاول تعيدها أو تعمل لها تريشن كده بسيط، هتلاقي الموضوع فعلا سهل يعني مش صعب. فعلشان الكود ده يتصلح وما يديناش 50 بس، المفروض اللي يحصل كالآتي: انه معنى ان انا رايح ليفت فهرجع الانسر اخزنها في الروت ليفت، وهكذا معنى ان انا رايح رايت فهخزن الفانكشن، نتيجة الفانكشن او النتيجة دي كلها هخزنها في الروت رايت. لو انا دوست ران للكلام ده هيشتغل مفيش فيه اي مشكلة. ده الباينري سيرش تري بتاعتنا. طيب لو انا خدت الكود ده كوبي ورحت على كومبايلر غير اللي انا شغال عليه، ولكن ده اونلاين كومبايلر، ودوست رن هنا، لاحظ كده التحذير اللي ظهر ده بيقول لك الفانكشن بتاعتك نون فويد. هتقول لي الفانكشن بتاعتي فعلا مش فويد، دي بتريتيرن بوينتر تو تري نود. هقول لك بالظبط. فانت بقى هنا ليه مش بتريتيرن؟ واحد يسالني يعني ايه مش بريتيرن؟ تعال اوضحها لك على البورد. الفانكشن دي الاولى اللي هي insert root 45 المفروض تعمل ريتيرن فين؟ تعمل ريتيرن للروت اللي نده عليها. مش انا عملت روت بيساوي الفانكشن دي، فالمفروض الفانكشن دي تعمل ريتيرن. هنا في الستاك ميموري انت عملت انستنس تانية من الريكيرجن او فانكشن تانية ندهتها في ال 30 40 30 45 لما الروت كان ب 30 في الحتة دي، انت عملت كول للفانكشن كام مرة، فبرضه الفانكشن دي المفروض تعمل ريتيرن. انت فعليا هنا عملت في الستاك ميموري عملت كول لفور فانكشنز، 1 2 3 4، كلهم مفيش فيهم ولا واحدة عملت ريتيرن غير البيس كيس اللي هي الأولى دي. عملت ريتيرن فين؟ هنا أهي البيس كيس. لكن الفانكشن دي والفانكشن دي والفانكشن دي ما عملوش ريتيرن. خليني أوضح لك الموضوع برسم. أنا كنت عايز أضيف ال 45 فرحت ناحية الرايت وضفت ال 45 بالشكل ده. السؤال بقى، أنا ضفت ال 45، فال 45 ترجع فين؟ ترجع في الرايت بتاع ال 40. طب ال 40 نفسها لما أنا عملت كول ليها هنا مش المفروض برضو ترجع له قيمة؟ الإجابة بقى ترجعها فين؟ ترجعها هنا، القيمة اللي قبلها، الفانكشن اللي قبلها، والفانكشن دي ترجع قيمة للفانكشن اللي قبلها، والفانكشن دي ترجع قيمة للفانكشن اللي قبلها، علشان نمشي بالسيكونس الصحيح للريكيرجن. يعني فعليا كل فانكشن المفروض ترجع لي pointer to tree node، لان كل دول functions. انت بتقول لي انه الانسيرت فانكشن دي بتريتيرن pointer to tree node. طب حلو، انت ندهت لي ان functions
مفيش فيهم ولا فانكشن عملت ريتيرن لبوينتر تو تري نود غير البيس كيس بس. يبقى ده مش منطقي. يبقى المفروض علشان نشتغل بشكل صح او نمشي بالسيكونس السليم، المفروض كل فانكشن تريتيرن الروت او الحالة اللي عندها. يعني مثلا لما انا كنت هنا عند ال40 كنت الار، فاريتيرن الار. هوصل هنا لما انا كنت عند ال30 اريتيرن الار، اوصل هنا اريتيرن الار. فكده انا فعليا معايا الروت نود اللي هو اول نود. واحد يسألني يقول لي هو انا ايه اللي يخليني اريتيرن 30 اللي هي الروت ده للفانكشن اللي جاب لي في حين ان هو موجود في المكان المناسب اصلا؟ تاني، ال40 هنا موجود في المكان المناسب، انا ليه اريتيرن ال40 للفانكشن اللي جاب لي بحيث يرجع هنا لل30 رايت؟ طب وليه اريتيرن ال30 في حين ان ال30 مربوطة اصلا بال50؟ ليه ابعت ال30 تتخزن في ال50 ليفت؟ فاهمين الفكرة؟ يعني هي اصلا الباينري تري مبنية بشكل صحيح، ليه اضطر ان انا اريتيرن الروت كل مرة؟ خليني اوضحها لكم بالكود اهي. كل مرة انا محتاج اعمل ريتيرن للروت. خلينا بقى نشيل الاف دي، مش محتاجينها، الالس سوري، لان هو لو دخل في هنا هيعمل ريتيرن ومش هيشوف دول. ففعليا يا شباب علشان السيكونس يكون بشكل سليم انا مضطر ان انا اريتيرن الروت كل مره. طيب ده علشان الكومبايلر. طيب برضو ايه السنس ورا ده؟ خليني اديك مثال. خلينا نحذف كل ده ونعمل دي. مثلا هنا عندنا 50، هنا عندنا 30، 20، وهنا عندنا مثلا 60، وقلت لك ضيف لي بدل 40 ضيف لي مثلا 10. ده معناه ايه؟ ان انا هنتقل left left left، هوصل عند النل هضيف ال10 هنا. كده ضفنا ال10 وزي الفل. السؤال، لاحظ كده ان الباينري سيرش تري دي مش متزنه. يعني ايه مش متزنه؟ هنتكلم على البالانسد باينري سيرش تري في المستقبل في الفيديوهات اللي جايه، ولكن خلونا دلوقتي نناقش فكره. لو انا عايز اوزن الباينري سيرش تري دي اعمل ايه؟ ببساطه النود اللي خلت الباينري سيرش تري مش متزنه هي النود الاخيره اللي انا ضفتها دي. وانا ضفتها مشيت في المسار ده. لما انا ضفت النود 10 مشيت في المسار ده. فعليا انا ممكن اعدل في المسار ده بحيث ان الباينري سيرش تري تكون متزنه. يعني انا ممكن امسك الحته دي من الباينري سيرش تري والفها مثلا. يعني ممكن يكون شكلها كده 50، ال60 تكون زي ما هي، ولكن الفرع الصغير ده يكون شكله كده 20، وهنا يكون 10، وهنا يكون 30، كأني لفيته كده. هنتكلم على ده بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه، ولكن تعالى كده نبص على شكل الباينري سيرش تري. الهايت بتاعها بقى اقل شويه، بدل ما كنا الهايت هنا ب3 الهايت هنا اصبح ب2. فتلاحظ ان انا ايه، ان انا وبرجع من الريكيرجن انا عدلت الجزء ده من الباينري سيرش تري، والقيمه بتاعه الجزء ده او القيمه بتاعه الروتيشن خليتها تتخزن بداخل ال50 ليفت. اللي انا عايز اوصله لك ايه؟ انه احيانا انا وبرجع من الريكيرجن بضطر ان انا اعدل في جزء من الباينري سيرش تري، فعلشان كده بنريتيرن كل مره بحيث لو في ابديتس حصلت انا وبرجع من الريكيرجن. اوكي، فده السبب وراء ان احنا بنريتيرن كل مره، علشان ما تقولش بس ان الحاجه دي موجوده، يعني ال30 موجوده في مكانها المناسب، ليه اعمل ريتيرن ل50 وهكذا. فهمنا الفكره؟ فلو جيت دلوقتي عملت ران للكود ده، الكود هيشتغل بشكل مناسب. خلونا ناخد الكود ده ونروح على اونلاين كومبايلر. هنلاحظ ان هو برضو اشتغل بشكل مناسب. خلونا بقى نتكلم على الكومبلكسيتي. تلاحظ ان احنا في كل شوية كنا بنمشي في مسار ما، كنا بنخزن النودز في الستاك ميموري، كنا بنبيلد ستاك. فعلشان كده اسوأ احتمال من حيث الميموري او السبيس كومبلكسيتي هتكون big O of h، which is انه ال h ده هو الهايت بتاع الباينري سيرش تري.
طب وايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ ان الباينري سيرش تري تكون بالشكل ده، تكون degenerate binary search tree. فاصبح ان الارتفاع هنا هو n، فالكومبلكسيتي هنا الورست كيس من التايم كومبلكسيتي big O of n. ينفع برضه اقول عليها big O of h عادي. طب هنا برضه التايم كومبلكسيتي كام؟ التايم كومبلكسيتي big O of n، لان انا بعدي على كل النودز، بمشي في المسار كله. انما باجي علشان احسن من الاوبريشن دي، ان انا احسن من الانسيرشن، فانا لو عرفت ان انا اخلي الباينري سيرش تري متزنه، ده معناه ان ارتفاع الباينري سيرش تري هيكون log 2 للn. طبعا انا كنت اثبت المعادله دي في الفيديوهات اللي فاتت، هسيب لك اللينك في الديسكربشن لو عايز تشوف الاثبات يعني. ولكن الهايت بتاع الباينري سيرش تري log n، بحيث انه n ده نمبر اوف نودز. معنى كده ان التايم كومبلكسيتي هنا هيكون لوج، لان انا همشي في مسار واحد. وهكذا برضو من حيث السبيس كومبلكسيتي، لان احنا مش بنستخدم اكسترا ميموري، ولكن احنا بنبيلد ستاك كل مره في كل عمليه اضافه. معنى كده ان التايم كومبلكسيتي والسبيس كومبلكسيتي هيكونوا لوج ان. اوكي. بكده يكون خلصنا الفيديو، او خلصنا الانسيرشن في الباينري سيرش تري. لو حاسس انه لسه الموضوع مش بسيط يعني، حاول تسمع فيديو تاني، ولو عندك اي اسئله سيبها في الكومنتس. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.